ما تيجوا نشوف ازاي المصريين كانوا بيحتفلوا بعيد الاضحى زمان. كان في احتفال موجود في مصر من ايام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكنه ما بقاش موجود دلوقتي لانه وقف من الستينات. الاحتفال ده هو طلعة المحمل. في الوقت ده مصر كانت منفردة بتصنيع كسوة الكعبة المشرفة، وكانت بتوديها للسعودية في موكب كبير جدا بيلف شوارع مصر كلها لمدة 3 ايام متواصلة. وطبعا المصريين كلهم كانوا بيخرجوا في الشوارع ويقفوا في البلكونات علشان يشوفوا العروض اللي بتبقى مصاحبة للموكب ده. والموكب ده كان بيبقى عبارة عن هودج محطوط على جمل. الجمل ده كان اسمه مبروك، ولسه الهيكل العظمي بتاعه موجود لحد دلوقتي في متحف الصيد في قصر محمد علي اللي في المنيل. وبما اننا بقى بنتكلم عن عيد الاضحى، فده معناه ان احنا لازم نتكلم عن الحج. وتعالوا نشوف اقوى عروض الطيران من الخطوط الجوية العربية السعودية، ورحلة طيران من القاهرة لجدة للمدينة والعودة تاني للقاهرة، وكل ده بكام؟ ب 75 جنيه. وعندهم عروض ارخص من كده كمان. واللي ناوي ان هو يذبح خروف بقى فيعمل حسابه في 3 جنيه و5 قروش، لان دي فاتوره الواحد اشترى من تاجر لحوم بلديه عدد 2 خروف صاحي ب 6 جنيه و10 قروش. وطبعا بعد الذبح لازم نتفسح. وتعالوا نشوف عروض سكك حديد مصر ورحلتها لعيد الاضحى. هتركب فيها قطر الاثار اللي هيخليك تشوف اثار مصر كلها في يومين اتنين ب 2 جنيه وربع، وشامله الاكل والشرب بتاع ال3 وجبات في اليوم. اما بقى الشباب اللي عايز يدخل السينما في العيد فهيروح فيلم لتحيه كاريوكا وحسين صدقي واحب الغلط. مش عارفه ازاي في عيد الاضحى بس تمام. اما بقى اللي هيقضوا العيد في البيت يقروا المجلات والجرايد ويشوفوا صور النجوم وهم بيحتفلوا بعيد الاضحى، وصورهم مع الخروف، من ام كلثوم لساميه جمال لصباح لاحمد مظهر لمديحه يسري وعبد الفتاح الاسري وشكوكو اللي لبس الخروف جلابيه وطاقيه. انتوا بقى شايفين ان احتفالات العيد زمان احلى ولا دلوقتي احلى؟